الست المخرجة، خصوصا لما تبقى مختلفة ومميزة. فالست دي ما بتعملش أي فيلم غير لما بتاخد جوائز كتير، وأكتر واحدة حمولة وصبورة وفظيعة مرة عملت فيلم مش عارف قعدت تصور فيه 7 سنين. قاعد نهى المعداوي مخرجة استاذ نهى المعداوي مخرجة الفيلم ده الأستاذ، اللي هو احنا شلفطناه، اللي هو كان 40 بقى 20 وبعدين بقى 13 وبعدين بقى كذا، بس وحياة أغلى ما عندك مش كده بقى أحلى؟ الحمد لله إنك ما شفتوش. قولي حسن حامد. يا نوع كده. أستاذ حسن، مدام سميحة، مساء الخير، وأنا مبسوطة جدا وشكرا على الدعوة الكريمة. والحقيقة الفيلم ال10 دقايق اللي اتأثر لما كان طلبت مني أستاذ عبير عبد الحميد إن احنا أستاذ خالد شبانة إن احنا نعمل فيلم من 40 ل10 دقايق، قلت لهم طب يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه بس أنا مش هبقى موجودة، ما أقدرش أعمل كده، مش هشارك يعني أنا يعني إيه ومش هشوفه. فاوكي، بس رحت طبعا للمونتير قلت له بص بس خلي بالك إيه حاجات ما تشيلهاش كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لي لا ما تخافيش. قلت له في امانتك انا مش هقدر، لان انا ما بقدرش يعني اقصر الفيلم ده مبدئيا يعني. طعم اللحم بيطلع من اللحم فعلا. بس استاذ حسن هو انا عملت انترفيو اول ما دخلت التلفزيون كان مع استاذ حسن، وكان استقبلني طبعا بابتسامته الجميله الراقيه وطمني جدا، قال لي انت هتشتغلي معانا في قناه الدراما وانا شايف انك انت كنت. قلت له بقى انا عايزه ادخل كمان معهد السينما. قال لي يا هتقدري توفقي بين معهد السينما والتلفزيون؟ قلت له هقدر. والمهم ما دخلتش معهد السينما وكملت في التلفزيون. الحقيقه يعني وجود البني ادم، يعني اي انسان وجوده في مبنى التلفزيون المصري هي تجربه انسانيه رهيبه لاي حد يبقى عنده حظ انه يشتغل جوه التلفزيون المصري. اعداد رهيبه من البشر بتقابلهم، خبره رهيبه مش ممكن تبقى متاح لحد بره التلفزيون يعني، او بره انه يشتغل بره المكان. زائد بقى طبعا وجودنا احنا في القنوات المتخصصه، وكنا لسه صغيرين، كنت لسه مساعده، اشتغلت بقى مع ناس كتير جدا جدا جدا. فكنا وطول الوقت كان في الخناقه اللطيفه دي ما بين خريجين الاعلام وخريجين معهد السينما، ومين وخريجين معهد السينما يقولوا لنا لا انتوا لسه صغيرين، انتوا ما تعرفوا، احنا نعرفكم انتوا تشتغلوا معانا مساعدين عشان انتوا تتعلموا مننا. واحنا كنا نزعل قوي، الاعلام ليه يعني بيعاملونا كده وان احنا اقل يعني. فكان التلفزيون والقنوات المتخصصه في وقت كان يعني ايه منتدى ثقافي كده. كنا نقعد نلاقي نفسنا مع عبد الرحيم كمال، مع خالد الصاوي يقعد يتكلم، مع استاذ حامد سعيد، كله يقعدوا يتكلموا. فانا ابقى مبهوره ان انا قاعده في وسط كل العقليات بيتكلموا في الثقافه ويتكلموا ويزعقوا ويتخانقوا مع بعض. انا فاكره المناقشات دي الحقيقه كانت جميله جدا. ورغم ان انا يعني تجربتي التسجيليه الاولى ما كانتش جوه التلفزيون، لكن الحقيقه ان التلفزيون كان له فضل كبير جدا ان انا اخوض التجربه التسجيليه الاولى اللي هي كانت ملهاش علاقه بالتلفزيون.